والآن مع اللقاء الكبير واللقاء الذي كان ينتظره جميع المواطنين، ومع السيد أمين مركز العياط لحزب الشعب الجمهوري الأستاذ محمد عبده جبر. هنتكلم فيه أو هنسأله عن هذه القوافل، وهل هي خطة ممنهجة ومنظمة الحزب أم أن هذه القافلة ستكون هي الوحيدة. وهنعرف منه على حاجات كتيرة جدا خاصة بالقوافل الطبية اللي بينظمها الحزب. بإذن الله إن شاء الله القوافل الممتدة الشعب الجمهوري عامل سلسلة قوافل على مستوى الجمهورية، منها العياط فيها حوالي عن 5 6 قوافل متتاليين ورا بعض. دي القافلة الأولى من نوعها. احنا بس التنظيم يمكن شوية، مش أنا عن نفسي كأمين مركز مش راضي عنه، ولكن القوافل الطبية فيها زخم والزخم موجود، لكن كشعب جمهوري القوافل الممتدة إلى أبعد الحدود إن شاء الله. هل حضرتك كنت تتوقع إنه يبقى فيه إقبال كبير كده على القافلة؟ أنا الإقبال بالنسبة لي كده مش كبير. أنا لسه مستني إقبال أكبر من كده إن شاء الله بإذن الله. هي طبعا فيها القوافل دي بيبقى فيها كل التخصصات ولا تخصص؟ فيها 6 تخصصات 7 تخصصات، كل التخصصات موجودة، بالعلاج بالتحاليل بكل حاجة موجودة. طب من المنتظر إن يتم عمل قوافل أخرى هنا في مركز العياط؟ طبعا 5 قوافل متتالية في مركز عياط أسبوعيا، كل أسبوع قافلة. طب سمعنا عن بروتوكول تعاون ما بين حزب الشعب الجمهوري وبين مستشفى المغربي لإجراء بعض العمليات الجراحية، عايزين نعرف إيه هي. عندنا بلان ب 150 عملية مية بيضاء مجانا مع المغربي، مجانا مع المغربي. عاملين بروتوكول مع المروة، الكشف بره ب 550 جنيه لعضو الحزب ب 100 جنيه. طب هل المطلوب من المريض ان هو يجيب تقارير طبيه خارجيه ولا يستعين بيها، ولا يجي يكشف بس؟ لا، لو هو يعمل ميه بيضاء يبقى معاه ما يثبت ان عنده ميه بيضاء، بس معاه تقرير يثبت ان هو عنده ميه بيضاء، عنده عمليه ميه بيضاء. ماشي، شكرا جزيلا. العفو يا سيدي، العفو.